يا صديقي فدوى اروح لك اذا كان الايم مالتك يرقص داخل اللعبة، فهذا الشي ما يرجع بس للحساسية. فدوى اروح لك، الحساسية شي ثانوي، اخر شي تضبطه وتضبط ايمك عليه واعدادات الايم مالتك. صديقي الحساسية هنا انا هسه فتحت سكوب، هاي تسمى حساسية، حلو. بس الايم يعتمد على فتحة سكوبك، على سرعة الحساسية مالتك بدون ايم، على الايم اسيست مالتك، يعتمد على هواية امور، انك ترمي قبل ما تفتح سكوب، يعتمد على اصبعك لما تسحب سلاحك، لما تخلي الاصبع مالتك على الشاشة اذا ما تلعب جيروسكوب. هذا اللي يحكم بالحساسية يا صديقي فدوى اروح لك. اللي يحكم بالحساسية اذا كنت تلعب جيروسكوب حركة الجهاز مالتك، هذا اللي يحكم بالحساسية. ممكن تكون انت الحساسية عندك قوية وكلش قوية، بس يا اخي من ورا تشككك ياهو اللي يجي ويضحك عليك ومصور لك لقطات ويقول لك الحساسية بالبايو، وانت تشوف صديقي ماكو واحد ايما راح يكون ثابت ومسطرة 100%. ما هاي الشغلة تضحك على روحك، هاي الا تفعل بيها ملفات او شي يلا يكون الايم مالتك ثابت وصريح لهاي الدرجة. اتمنى وصلت الفكرة. يعني ممكن تكون الحساسية مالتك كلش قوية، بس من ورا التشكك مالتك ما راح تثبت على حساسية ويبقى ايمك يرقص. اتمنى وصلت الفكرة، واذا عجبك خلي لي لايك ومتابعة وبكيفك بعد.